لو بتذاكري كتير مع ابنك بس على طول بينسى مشتت ومش بيركز وبقى عصبي ومناعته ضعيفة وكل شوية بيعيا، فمن خلال ملاحظتي للشكوى دي في الجلسات من أمهات كتير اكتشفنا إن جزء كبير من الحل كان بس في النوم. أصل برضه ليه طفل في كيجي أو جريد 1 ولا 2 سهران للساعة 11 12 بالليل عشان بنذاكر له؟ من فترة سمعت السير مجدي يعقوب وهو بيقول إنه جريمة في حق الأطفال إنهم يناموا بعد الساعة 8 9، وأنا أكيد مش ضد المذاكرة وإننا نخلص المنهج، بس زي ما المذاكرة مهمة النوم كمان في الفترة دي من عمرهم هو أهم. عشان كده إن الطفل يبقى عنده روتين وجدول ليوم وماشي عليه دي حاجة ما فيهاش هزار، لازم نبقى مرتبين الوقت من أول ما يرجع المدرسة لحد وقت النوم، وفي الجدول ده في حاجات ينفع نقللها، في حاجات ينفع نأجلها، لكن في ثوابت المفروض ما نلعبش فيها علشان تأثيرها على المدى البعيد وحش قوي. فيلا نعلمهم حاجة مش كلنا كنا بنهتم بيها زمان، إن النوم والأكل الصحي والرياضة دي أولوية وثوابت ما ينفعش نلعب فيها.